هشام حضري رئيس جمعية مدينتي. كان اليوم كنحضروا لفعاليات الملتقى ديال الدورة الخامسة لملتقى شباب ثقافة العالم بدعم من وزارة الثقافة، اللي أصلا شجعتنا باش يكون تنزيل هذا الملتقى على أرض الواقع. طرحنا عنوان ديال الندوة ديال الشاي الصناعة الثقافية وسؤال الرؤية، على أساس بأن لدينا رؤية كفاعلين مدنيين في هذه المادة هذه، وهذه النبتة السحرية اللي من خلالها يمكننا نتجاوزوا المشروب، ننتقلوا للقيم الإنسانية، القيم اللي يمكننا في إطار التواصل الثقافي من بين المنطقة ومن بين مدينة العيون الباقي مدن شمال المملكة. كذلك الشاي كنشوفوه آلية من آليات الجذب الترابي السياحي، آلية من آليات التشغيل، آلية من آليات كذلك الصناعة الثقافية اللي يمكن لها تنتج سواء على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى السياحي وعلى المستوى كذلك الاستراتيجي بما هو ثقافي في إطار الدبلوماسية الثقافية والانفتاح على بزاف ديال الفعاليات. مكون أساسي من مكونات الثقافة الحسانية. الثقافة الحسانية اللي هي الموضوع اللي كان عندي اليوم في الندوة، هو دور الإعلام في الإشعاع الثقافي. أنا أعتبر أن الثقافة الحسانية عموما ثقافة محظوظة جدا، حظيت بتسويق إعلامي كبير جدا، إذ أن قناة العيون حرصت منذ إنشائها سنة 2004 على التسويق هذه الثقافة والتعريف بثقافة أهل الصحراء. لم تكن قناة العيون فقط لسان الصحراء سياسيا وعين على الصحراء من ناحية التنمية والمنجزات التنموية، بل كانت أيضا تسويقا ثقافيا وعرفت العالم بثقافة أهل الصحراء. شاركت اليوم بمداخلة حول موضوع الإعلام والثقافة وسؤال المساهمة، يعني أي دور الإعلام في تسويق الصناعة الثقافية وإنتاجها كذلك، على اعتبار أن الثقافة هي إحدى أهم المحددات والركائز في التسويق الترابي للصحراء المغربية، وكذلك جلب الاستثمار السياحي للمنطقة عموما. كذلك وقفت على جدلية علاقة التأثير والتأثر فيما بين الإعلام والثقافة، باعتبارهما جزء لا يتجزأ. الإعلام هو جزء لا يتجزأ من الثقافة، والثقافة كذلك، يعني أي علاقة تأثير متبادل بين المفهومين. ورحمة الله تعالى وبركاته. ليلى عطاء الله، مخرجة. كنت واجد اليوم في دار الثقافة، الملتقى الشاي لثقافات العالم دورته الخامسة. هذا الملتقى اللي كيميزه يعني خلاف الدورات السابقة هو أن كاين كنلاحظوا عن واحد التنوع ثقافي بين يعني الشاي كموروث ثقافي صحراوي والشاي يعني في مدن المغرب كاملة، لأن الحمد لله احنا مغربنا هو مغرب الثقافات وتنوع الثقافات. لذلك احنا تواجدنا اليوم في ندوة تحدثوا فيها مجموعة من الأدباء وبالإضافة إلى مجموعة يعني من الفاعلين في هذا المجال، تحدثوا عن الشاي وعن طرق يعني إعداد الشاي والطريقة يعني اللي يصح بها كي نقولوا احنا البيضان شروط الشاي توفر اللي خاصها توفر في أي يعني إنسان معد للشاي. وكيف نعرفوا الشاي هو ثقافة حسانية تربينا عليها واللي الحمد لله كبرنا عليها. والشاي يعني هو ما هو لا يعني موروث ثقافي خاص بمنطقة أهل الصحراء، وهو خاص بالعالم كامل.